إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي تلسات 8 درجات غرب، على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي، وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 30 من أبريل عام 2025. تتابعون في حلقة اليوم من البرنامج العربي مادة من أرشيف الإذاعة، وهي إعادة للجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع ضيف البرنامج جرمايز ميكائيل عن اللغة في إريتريا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. نتابع. هذه إذاعة إرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أرحب بكم أينما كنتم داخل الوطن وخارجه من إذاعة إرنا الدولية في باريس. يحييكم وباسمكم جميعا يرحب بالسيد جرمايز ميكائيل، وعضو حزب الشعب الديمقراطي، في حلقة متواصلة في موضوع اللغات في إريتريا، الواقع والمستقبل. مرحبا بك أستاذنا العزيز معي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، لك ولمستمعي راديو أسنا الدولية في باريس. إرينا. راديو إيرنا في باريس. جميل جدا، شكرا لك حبيبنا الغالي. أستاذ جرماي، طبعا أنت يعني حتى كواقع عملي يعني إنه يعني البرلمان اللي يتر 52 المسألة من فراغ، مسألة اللغتين الرسميتين في إريتريا والتجرينية انطلاقا من الواقع، وأنت مثال على ذلك، يعني إنه الشعب الإريتري ما كان عنده اللغتين يتفاهم ويتكلم بها، وأنت تحدثت بها وأنت فيها غردات، ونحن تحدثنا اللغة العربية نحن في أسمرة. شفت كيف؟ والناس اللي لقيناهم سنة 91 لما دخلنا أسمرة، أي زول عمره كان فوق الخمسين يعني بالذات بعد 57 عمره كده، على طول تتكلم معاه بالعربي، تتكلم معاك بالتجرين كمان. ما عدا هذا الجيل اللي اتولد بعد 91 عنده مشكلة. يعني أي واحد عمره الآن في الأربعينات ما يعرف، يعني ما عنده التماهي مع اللغتين. فأستاذ جرماي كده تجربتك الشخصية، نحن عشان نحكي برضو عن تجارب واقعية. أنت نشأت وولدت في مدينة غردات. هذه اللغة يعني كانت لغة عادية، تتكلم عربي وتجرينيا وتجريت بكل. فاحكي لنا كده عن تجربتك مع اللغات أستاذ جرماي عشان نقدم واقعي البرلمان الإريتري انطلق منه. جرماي، آسف على الإطالة. لا، شكرا. سؤال أيضا جيد. أولا إنه مسألة الآباء المؤسسين للدولة الإريترية حديثة، أو الذي كانوا يعني ينووا وينادلوا من أجل تأسيسها، لم يقروا هذه المسألة من فراغ. أولا يعني حضور اللغة العربية موجود، يعني حتى ما قبل الناس ممكن تقول أنه هذه هي لغة الدين أو أتت مع رحابة أو إلى آخره، لكن هذه اللغة كانت حاضرة، كان في تواصل بين منطقة القرن الأفريقي اللي هي إريتريا جزء منه، والمنطقة العربية، سواء كان بالتجارة، التعليم، أو يعني كل وسائل التواصل. فبالتالي كانت حاضرة. ومن هذا المنطلق طبعا الآباء لما إنه تكون يعني هذه اللغتين يتعاملون بها لغتين رسميتين يتعاملون
كان يعني الهدف منه هو بناء وحدة وطنية، بناء أمة، وبناء دولة لا يمكن أن تكون دون يعني لغة ثقافة، أو دون ثقافة عليا تبني عليها هذه المسألة. فهذا من هذا المنطلق كانوا ينطلقوا لما رأوا يعني إنه أي لغة أن يستخدموا، وجدوا لغتين يعني تتحدث فيها وتقرأ وموجودة في وجدان الناس يتعامل بها في معاملاتهم اليومية، فبالتالي أقروا هذه المسألة. يعني فإقرار اللغة كان من هذا المنطلق. ولكن أيضا أنا يجب أن نركز شيء واحد، إنه البعض يفتكر عندما نقول لغتين رسميتين يتعامل بها الشعب الإريتري، البعض يفتكر إنه اللغة العربية تخص المسلمين أو المنخفضات الشرقية والغربية، واللغة التجرينية المرتفعات أو هدبة المرتفعات. إذا كان هي لغة رسمية هي تهم كل الشعب الإريتري، فيجب أن يعرفها ويتعامل. ولكن هذا لم يأخذ حظه لم يأخذ التفكير هذا لم يأخذ حظه حتى البريطانيين. فمسألة فرق تسود يعني موجودة فخلوا المدارس في المنخفضات تكون بالعربية، وفي المرتفعات بالتجرينية، ثم لغة بعد مرحلة المتوسط يعني تكون بالإنجليزية. يجب تكون. ولكن نحن أيضا في هذه المرحلة إنه كيف هذه الذي وجه يعني الشيء لم اللغة موجودة حاضرة، لكن الشيء الذي تغير هو في عمل ممنهج إنه يبث السموم في هذه المسألة، إنه هذه هي اللغة، يجب أن لغة التجرينية والتجري أن تكون لغة، لأن هي معظم الإريتريين يتحدثون بها إلى آخره. فهذا التشويش الممنهج الذي حصل على هذا يعني ابتعد من الواقع المعاش وأصبح يمشي وراء الأوهام يعني وأشياء يعني بحجج واهية لا حقائق إلى وقائع. هذه يعني هو جيل مظلوم يعني. جميل. وعن تجربتك أستاذ قرماي. يعني أنا في تجربتي طبعا هي تجربة يعني كل أبناء قردات ولا أبناء الذي فدات الشرقية سواء كانت الغربية بيعرف هذه المسائل، إنه يكون هناك يعني مشكلة في اللغة يعني كانت تتفاوت من مكان إلى آخر. في تتحدث بالتجرينية، تتحدث بالتجري، تتحدث بالداويات فلم تكن هنالك مشكلة. وكلما تذهب إذا ذهبت إلى بارنتو وتسني قد تلقى أنه يعني التواصل باللغة العربية بين الأجيال المختلفة من يعني يتواصلون أكثر بالعربية، وكرر ممكن التجري والتجرينية. لو ذهبت إلى تسني ممكن على التجري والتجريد من يعني ليس من المفارقة، لكن احنا لما التقينا بأبناء تسني في مدرسة ثانوية كرن فيما بيناتنا كأبناء غردات نتحدث بالعربي، عندما نتحدث معهم نتحدث بالتجري، عندما نتحدث معهم نتحدث كنا بالعربي، لأنه فما كانت في مشكلة. المتيسر أمامك كنت تستعمله وتقدم به قردك دون أي تشنج ودون أي تعصب. صحيح. نعم. وهو معرفة اللغة طبعا هو كسب، يعني أنك أنت مثلا كونك تعرف لغات عدة هو كويس، لكن نحن قاعد نتكلم من الناحية العملية في البعد السياسي للغات أو بناء الثقافة العليا للمجتمع حتى ما تتوحد وجدانياته وما إلى ذلك.
والكبار كما قلت أستاذ جرماي كانوا يتحدثون اللغتين بكل أريحية وما في أي مشكلة. الآن مثلا أنا ألاحظ أنه في فارق اتصالي أو في فاقد اتصالي بين الأجيال، بمعنى هذا الجيل الموجود الآن أي زول عمره في الأربعينات وكده، يعني هناك من يفكر ويكتب ويقرأ بلغة واحدة فقط، وهناك من يقرأ ويفكر أيضا بلغة واحدة في السواد الأعظم. يعني بمعنى ما يكتب اليوم كتب عديدة تكتب بالتجرينية، الذي لا يعرف لغة التجرينية من الناطق باللغة العربية ولغات تانية ما يفهم ماذا يدور في هذه الكتب وهي المنتجات. بذات الأمر برضو في كتب تكتب بلغات تانية ومنها العربية. المتحدث اللغة التجرينية واللي حصر نفسه عليها ما يعرف إنه ماذا كتب في تلك الكتب وما في أي حوار. هذه الحالة هل تهدد مثلا الحوار الوطني أستاذ جرماي برأيك، وأنت تتحدث أكثر من لغة وتجيد أكثر من لغة وتتعامل بها وتترجمها كمان في مؤتمرات ولقاءات سياسية وغير ذلك؟ بالتأكيد أستاذ أحمد لها تأثير كبير، لأنه إذا إذا كان شعب يعيش بين دفتين وإن لم يكن هناك جسر، فبالتالي كل يعيش على طريقته ولم يكن الاتصال ولم يكن الاتصال فيما بينهم. فبالتالي يعني أنا أنظر إلى هذه المسألة من مسألة آنية ومسألة استراتيجية أيضا. أولا يعني لا يمكن أن نعيش يعني كل على وادي ولا يوجد بيناتنا جسر نتصل به بعضنا البعض ونسير أمور بعضنا البعض، لأنه نحن يعني قدرنا أنه نعيش في هذه البلد مع بعض، نتقاسم ثرواته، نتقاسم سلطاته، نتقاسم يعني آلامه، ونتقاسم أحزانه، ونتقاسم انتصاراته وانكساراته. هذا قدرنا. فبالتالي يجب أن نفهم بعضنا البعض، يكون في تواصل. حاليا ممكن التواصل يجب أن يكون عبر جسر. الجسر هو الترجمة، يعني يجب أن نترجم كل ما يعني بقدر الإمكان كل ما يكتب ويعبر عن آراء بلغة ألف إلى لغة باء، يجب أن يكون هذا موجود باللغة. فده هو وقت مرحلة. أما في المرحلة الاستراتيجية والنهائية يجب أن الكل منا يجب أن يفهم يعني اللغتين. فده اللي ذكرته في معرض حديثنا في الفقرة اللي فاتت، انه قلت انه يجب التعليم، او في هذه الفقره اعتقد يجب التعليم ان لا يكون يعني لغه التجرينيا لمنطقه معينه ولغه والعربي لمنطقه معينه. فبالتالي هذه الهوة تكون موجوده، فبالتالي يجب ردم هذه الهوة عن التعليم المشترك. الكل يجب ان يتعلم هذه اللغات، وبالتالي لم نحتاج الى الجسر الا وهو الترجمه. نعم يعني بكل بساطه فعلا استاذ جرماي، يعني نظام التعليم لو أقر الإنسان في مرحلة الأساس يتعلم اللغتين العربية والتجرينية كله في أي منطقة كان، بالنسبة للغات الثانية برضو من حقه هو يتحدث بها ويعمل بها، يعني يتواصل بها مع هنا عشان ما نخلق كيان واحد يعني. لكن التعليم إذا كان مثلا فلنفترض أنه كان المرحلة الابتدائية زي ما قاعد تذكر حضرتك العربية والتجرينية إلزامية، يدخل المرحلة الوسطى تستمر معه اللغتين بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. إذا درس بها الابتدائي والوسطى 9 سنين درس عربي وتجرينيا، هيجينا جيل فاهم اللغتين دي كويس يعني. بعدين الثانوية ينتقل باللغة الإنجليزية. إذا شكلنا الطالب ذاته خليناه يمشي برضه عشان يتعلم اللغة الإنجليزية كلغة عالمية، والعربية برضو لغة عالمية، والتجرينية بالنسبة لنا برضو ناخدها في مصاف اللغات العالمية طالما تمثل وجدان شعب. كده نكون حلينا إشكالية الحوار الوطني. الآن يعني واحد ممكن يعقد مؤتمر عام
بلغة التجرينيا في ناس ما 90% ممكن ما يفهموك، أو تعمل مؤتمر عام باللغة العربية 90% متحدثين بالتجرينيا ما يفهموك. صحيح الجسر هو جسر الترجمة كما تفضلت مؤقتا، لكن إذا كانت الحكومة دي بالله لو كان انتهجت هذه السياسة وبدل المتاهات بتاعة التعليم باللغة الأم والفيلم الما مفهوم ده ذاته وشعارات ما مفهومة، الجيل الموجود الآن عمر 45 يعني كان مفروض الجيل يكون عارف العربية والتجرينية بكل بساطة ودخل الجامعة وهكذا يعني. فيا ريت تتحدث لنا باعتبارك معلم كمان أستاذ، أنت أستاذ، تفضل أستاذ جرمان. فعلا المسألة يعني 30 سنة لو كنا انه اتخذنا سياسه تعليميه سياسه اللغه الرسميه يعني بشكل صحيح اليوم، على الاقل كنا يعني كان حيكون عندنا انه ناس لو تحدث المتحدث باللغه العربيه او المحاضر باللغه العربيه ممكن كان حيفهم بنسبه 30 او 40% من صحيح. المتحدث باللغه التجرينيه، والعكس صحيح، هذا كان حيحصل على الاقل. ولكن صح. يعني لو خلينا نحسن الظن في مساله لغه التدريس بلغه الامهات، انه درست الطالب حتى الفصل يعني اذا كان التعليم هو 4-4 او 4-6-4 على العموم، الابتدائيه بلغه الام، وبعد ذلك في الوسطى مش عارف حتدرسه بلغه مش عارف، فيعني فماذا بعد ذلك؟ بعد لغة الأم دي إذا كان ما حتستمر، إنه المرحلة الابتدائية في الحساب قد لا تتجاوز الجمع والطرح والضرب، يمكن إذا وصل وبقية المعلومات الأخرى يعني حتكون القراءة والكتابة. نعم. فهذه المسائل لم تدرس تماما، لأنه يعني تكون أدعت 4 سنة من عمر هذا الطالب. هذا لا أنا لا قاعد أقول إنه لغة الأم هي يجب أن لا يتعلمها، لكن هو عنده الإمكانية يقدر أن يتعلم يعني الطالب يعني في مثل ما رأينا في كثير من سياسة اللغات الهندية على سبيل المثال ذكرت لك إنه الطالب الواحد بيتعلم 4 لغة في مدرسة واحدة، ففي الإمكانية الطالب بالذات في وقت متبكر، في وقت يعني في وقت الطفولة والصبايا يقدر يتعلم كثير من اللغات في آن واحد. فممكن تدخل لغة الأم، يعني ممكن أن يتعلمها باعتباره هذه هي أيضا لغته، لكن مع اللغتين واللغة الأم دي دايرة تعليم ذاته أستاذ قرماي، زول ما طوالي بياخذ لغة أمه. أيوة. فهنا يعني نقدر يعني نحل هذه المشكلة. أنا كنت منذ فترة أقرأ برنامج الحزب في التعليم مثلا، كان ممكن نضيف عليه شيء آخر، كان رأيت فيه مقترح إنه الطالب يتعلم اللغة المحلية في مكانه، وبعدين لما يجي للوسطى أو يتبادل اللغة الذي كان يتعلم اللغة العربية يتعلم اللغة التجرينية، واللي كان يتعلم اللغة التجرينية، ثم اللغتين تستمر مع اللغة الإنجليزية أو لغة التعليم، لغة العلم الآخر، اللغتين بيستمر بهذه الطريقة. وممكن جانب آخر، ممكن الناس لما تقعد وتبدأ طرح برنامج تعليمي ممكن تضيف عليه أشياء أخرى. هذا هو على سبيل المثال تصور الحزب في وقت في ذلك الوقت عندما أقر البرنامج كان يرى هذه المسألة. فبالتالي لا توجد هناك مشكلة إذا كان يعني الناس توافقت وفي إرادة لأن تكون لهذا الشعب لغة يعني ثقافة عليا موحدة.
أن يبدأها بهذه الطريقة. نعم أن نعم، لكن كان في هدف، التعليم. أعتقد كان في هدف مقصود، في هدف آه. مقصود من التعليم باللغة الأم، قد تكون لغة الأب أو لغة الأم، يعني اللغة السائدة اللغة السائدة في الأسرة الواحدة مثلا. هذه المسألة أنا في رأيي من خلال ربط أشياء وأجندات مختلفة للحكومة الحالية المؤقتة حتى اليوم، يعني لا كان لها أجندة إنه هذا الشعب ذاته تخليه تايه في اللغات كما هو تايه في السياسة. يعني ووحدين يزعموا فيقولوا، يعني من الأطراف، يعني الآن مثلا واحد يقول لك طالما الحكومة قالت لي التعليم باللغة الأم، أنا لو ما لغتي دي بقت لغة الدولة ذاتي، ما أنا ما أعترف بهذه الدولة. أي لغة من اللغات التسعة من حقه يقول كده، طالما أنت قلت له اللغات كلها متساوية. متساوية كيف يعني؟ شعار اللغات متساوية دي، اللغات الإريترية كلها متساوية. خلاص إذا قال لك أنا أي لغة، ما دايرين نقول عشان الناس ما تفهمنا غلط، قال لك طالما أنت كنت متساوي، أيوة أنت ما أنا أجيب لك أبليكيشن مكتوب بالهناي ما تحقق لي حاجاتي، خلاص أنا ذاتي داير منفصل منك، داير أمشي اتجاه بتاع. أنا أعتقد أنه عشان ما يكون في نسيج وطني موحد، كيان، وجدان، لغات متداخلة يعني، وتؤمن على أنه كانت بسيطة يعني. فأنا الحتة دي أشوف فيها بعد سياسي أكثر من أنه يعني مجرد أنه شعار كده نزل ساكت كده، عشان يعني الواقع الموجود يؤكد أنه كان في حاجة مقصودة. شاركنا هذا الإحساس أستاذ قرماي. بالتأكيد. في شيء ما نحن كنا ذكرنا في السابق إنه مسألة إنه كل اللغات متساوية، وبعدين هي ترى في النهاية هي غير عملية. حتى لو أحسننا الظن غير عملية، إنه لغة واحدة هي اللي حتسوي، وهذا اللي حاصل. يعني من الناحية النظرية تقول إن كل اللغات متساوية، ومن الناحية العملية تسود لغة واحدة، مثل ما رأينا في يوغوسلافيا السابقة والاتحاد السوفيتي السابق. صحيح. إذن وإثيوبيا كذلك. وإثيوبيا كذلك. أصحاب هذه اللغة، إثيوبيا هي أمر آخر لسه لم يناقش. إثيوبيا تقول ورا زي ما يقول، يعني مشاكلهم كثيرة. إذا كان يعني رأينا في الواقع ما حصل، هو إنه أصحاب اللغة السائدة هم الذي حيكون لهم نصيب الأسد في سوق العمل، نصيب الأسد في الثروة، نصيب الأسد في السلطة، نصيب الأسد في الخدمة الوطنية. فبالتالي هذا حيأتي بنتيجة عكسية، حيهدد البقاء والاستقرار. أولا صحيح. البقاء ثم الاستقرار، وبعد ذلك يعني ليس هذه كل الانشقاقات اللي تحصل ما بين الدول نتيجة لتصرف خاطئ. الهامش والمركز. نحن لسنا استثناء من هذه المسألة. نعم. إذا لم نتدارك المسألة أبعادها ونبدأ بما أوصى به آبائنا، وبما أوجدوه لنا آبائنا، وبما أقروه في سنة 52 مثل ما ذكرنا في البداية. نعم. أنت قلت أستاذ قرماي إثيوبيا، قلت مختلفة كده، حدثنا عن لأنه إثيوبيا شئنا أم أبينا برضو نكتوي أول هي دولة استعمارية، وتركت لنا حاجات كثيرة برضو في عقلية وجدان الشعب الإريتري، ثم نتأثر بها سياسيا كده. إثيوبيا دي مشكلتها قلتها فيها تقول ورا، يعني كيف مثلا؟ إثيوبيا طبعا، يعني أنا تقول ورا قلت يعني هذه العبارة الدارجية أتيت بها إنه لا أبشر ولا يهمك. مسألة إثيوبيا طبعا ليس مثلنا، لم يحددوا لغاتهم، ولم يتناقش حول مسألة اللغة، بل إنما اللغة الأمحرية جزء كبير يرهم ويراها أنه هذه هي لغة استعمار داخلي، لغة استعمار أتت من داخلهم. فبالتالي اليوم حتى بدأوا يرفضوا أي أسامي لمدنهم
كانت يعني سميت بالأسامي الأمحرية، بدأوا يعني يغيروا الأسامي. مثلا نازريت كانت اليوم قاعد تسمى أداما في فترة. حتى أديس أبابا يريدون أن يغيروا الاسم دلوقتي، إنه نعم هذه. نعم فبالتالي أنا يعني لما قلت إنه مشاكلهم لسه يعني صحيح. هي في البداية وإن لم يتداركوها، هي مسألة هي يجب أن بمعنى يقعدوا. نحن كان ممكن القيادة الموجودة الآن، الحكومة الإريترية المؤقتة بين قوسين، كان ممكن تستفيد من المشكلة القائمة في إثيوبيا. يعني عشان ما نتورط كده برضو، المفروض والله كان بكل بساطة الناس بتدرس في الابتدائي عربي تقرينيا، ويمشوا معاها للإعدادي عربي تقرينيا، ومعاها الإنجليزي تبدأ هناك، ثم اللغة الإنجليزية خليها الثانوية والجامعة. وده مسلح يعني نسبة 30%، سواء كان عربي وتقرينيا بالقراءة وكده، حيعمل لها 50-50، خلاص حيفهم 50%. ما عندنا مشكلة. قضايا اللغة التي يعني سياسة اللغة التي تأمن لك أولا استقرارا، أولا صح بقاءك. البقاء هو مهم. البقاء أعني به أنه أن تبقى موحدا، ثم أن تبقى مستقرا، صح. ثم بعد ذلك أن تزدهر. اللغة تأمن مسألة اللغة تأمن هذه المسألة إذا كان يعني تعاملت معها بشكل صحيح. حتى الدول المتقدمة التي لا فيها قبائل ولا فيها طوائف ولا نأخذ سويسرا، مم. يتعاملون بأربع لغات. فبالتالي مسألة اللغة ليش يتعاملون بالعرب؟ هل هم سذج يعني أنه برلمان يتحدث بأربع لغة، أنه عرض حال يكتب بأربع لغة، التظلم في المحاكم تعمل بأربع لغة؟ ليش؟ أيوه. عشان لأنه هذه تضمن وحدتهم وتضمن بقائهم وتضمن استقرارهم، ثم تأمن ازدهارهم. فاللغة يجب أن تنظر بهذه المسألة. في ناس أنا أعتقد حتى في إريتريا هذا هو اعتقاد سائد ما بعد في أوساط بعض الناس، بيقول لك اللغة هي مسألة تواصل بين وده اتجاهين. كلام خطأ وده طبعا. كلام ساذج وكلام غير صحيح. اللغة ليس مش هي مجرد تواصل. نعم. يعني شفرة بين ما يقوم بالتشفير وبين ما بين ما يفك الشفرة. ليس هي هكذا. It's not يعني ليس هي كودر وديكودر، لا. اللغة هي أكثر من ذلك. يا سلام. فبالتالي يجب أن ينتبهوا إلى هذه المسألة. نعم نعم. اللغة هي يعني حاضنة ثقافة. اللغة هي هوية. اللغة هي زي ما قالوا التواصل، بعدين ممكن يجي هذا في الأخير. لكن أكثر من ذلك اللغة هي يعني يجب أن نتخذ يعني أنا أختتم كلامي في هذه المسألة. يجب أن نتخذ سياسة لغوية أو نظرتنا للغة. يجب أن نأخذ يعني بما يشبه بيدة القبان، يعني يجب أن نحفظ التوازن لهذا المجتمع. نعم هذه نعم. المسألة صحيح صحيح والله. شكرا لك أستاذ قرماي ميكائيل العزيز. يعني نحن لما نقول الأستاذ قرماي أستاذ يعني اشتغل في التدريس، وحديثنا معه في الرئاسات كان حديث مطول ل5 حلقات. اليوم استضفناه طبعا في إذاعة إرنا الدولية للحديث عن اللغة في إريتريا، التاريخ والواقع والمستقبل. وده موضوع نحن سنشبع نقاشا وحوارا. سنتوقف هنا أستاذ قرماي. كده دايرين برضو من أنتوا طبعا درستوا في المرحلة الأولية باللغة العربية، كده اذكر لنا من أناشيد أو حاجات كده كنت ترددوها، أو من قراءاتك في اللغة العربية بالذات في الأشعار وما إلى ذلك. أخ قرماي كنت كلمتني في الرئاسات ونحن نونس عن مدينة غردات، التاريخ وما إلى ذلك. والله طبعا المرحلة الابتدائية مثل ما ذكرت لك أنه كانت باللغة العربية، لكن قد لا تخلو أيضا من النظرة القاصرة، لأنه حتى في الفترة هذيك أنه المدرسة الحكومية المعنية
بتدريس لأبناء المنطقة هي اللي كانت تدرس باللغة العربية، وكانت مدارس أخرى مدارس تبشيرية، مدارس كانت تدرس باللغة التجرينية. فالفصل كان حاصل، لأنه مثل ما وضعوه الإنجليز، أنا البريطانيين، أنا طبعا سنتين أو 3 سنة هي الابتدائية اللي درست فيها، لأنه أول ما أتيت إلى المدرسة طبعا لأسباب ما والدتي حتى تبعدني من مشاكل كانت تحصل بين جيراننا، أخذتني قالت أخذوه إلى المدرسة الحكومية. هذه ناس لا يعرفهم ويمكن يتعرف بهم، وقد لا يعمل معهم مشاكل أو ما يعمله مشاكل باعتباره غريب. مشيت إلى هذه المدرسة ودرست فيها 2 ولا 3 سنة حتى أكملت الابتدائية. أيوة. فمن الأشياء طبعا مناهج التعليم أو كتب التعليم اللي كانت هي كتب من بخت الردى، يعني من السودان، من معهد بخت الردى، كتاب الأطفال، وأيضا المطالعة العربية من مصر العربية. فالأناشيد اللي كنا نرددها طبعا نفس الأناشيد اللي كانت بالذات في الكتب العربية التي كانت تأتي من مصر. قد كان عندي بلبل في قفص من ذهب، وهذه كانت تدل إلى الحرية أعتقد في نعم. وأيضا أنا المعلم، طبعا قبل كده كنت ذكرت لك نعم، قم للمعلم في التبجيل، قم للمعلم تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، وإلى آخر النشيد. يا سلام. نعم، ننشده يا سلام. شكرا لك أستاذ قرماي، وسعدنا بلقائك، ولكن إن شاء الله عندنا موضوع تاني في مسألة اللغات، حوار كده حنعمل له محاور معينة ونبدأ معك النقاش. أشكرك باسم كل المستمعين، حبيبنا الغالي أستاذ قرماي زميكيل، عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. كنت معنا في برنامجين، في حلقتين من برنامج متابعات مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، اللغات في إريتريا، المستقبل والتاريخ والواقع. تحياتي لكم مستمعينا الأعزاء، محدثكم أحمد شريف من إرينا الدولية في باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى الجزء الثاني والأخير من المقابلة التي كان أجراها الزميل أحمد شريف مع ضيف الإذاعة قرماي زميكيل. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم، في أمان الله. إذاعة إرنا، إذاعة إرنا الدولية، إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.